يا صباح الفل والهنا على احسن ناس في الدنيا. جمعة مباركة علينا جميعا ان شاء الله. وان شاء الله النهارده تكون جمعة نصر وجمعة فرحة. طبعا النادي الاهلي النهارده هيواجه فريق قوي جدا وفريق صعب جدا، وفريق انا بعتقد ان جمهوره احتفل بالمباراة. هيلاعب الاهلي واحتفل بالمباراة قبل ما تبتدي. انا بشوف ان هي مباراة صعبة، وبشوفها كمان لو حد يعني طبيعي، اي حد طبيعي هيشوفها 70 30 كمان للاتحاد. بس انا بشوف ان انت هتلاعب الاهلي، ما تقللش من احترامك للاهلي، لان الاهلي فريق بيبان في وقت زي ده. والاهلي فريق دايما بيعتمد على المباريات دي ان هو يوري العالم كله مين النادي الاهلي. فاعتقد ان جمهور الاتحاد اللي احتفل بدري بدري ما كانش موفق، لان انا بحب ان الاهلي يكون داخل فرص قليله، واحب ان الاهلي يكون داخل وعارف ان هو هيلاعب فريق قوي، واحب ان الاهلي يكون داخل وفي استفزاز عاطفي للفرقه من جماهير الخصم او من جماهير النادي الاهلي. طبعا اللعيبه بتكون في الملعب حاجه تانية خالص، بتزود الدافع وبتزود الحافز، ودي الحاجه الوحيده على فكره اللي موصله للاهلي للنتائج السيئه الاخيره في الفتره الاخيره. انا بشوف ان لعيبه الاهلي من بعد الخمس بطولات الموسم اللي فات مع كولر، وكولر شخصيا مش عارفين يخلقوا لنفسيهم حافز يشتغلوا عليه. اعتقد ان مباراة الاتحاد، جمهور الاتحاد السعودي والاعلام السعودي خلق في حافز للنادي الاهلي في المباراة دي. ولاعيبه النادي الاهلي لا، الطبيعي بتاعها ان بطولة كبيرة زي دي هتكون حافز كبير لهم، ان هم هيلعبوا فرقة فيها كانتي وفيها بنزيما وفيها حمد الله وفيها رومارينيو. فرقة قوية جدا، انا بشوفها قوية جدا، وبالذات خط الدفاع كمان بعد عودة حجازي بشوفها فرقة قوية جدا جدا جدا. بس طبعا انا بشوف ان الفرقة دي جمهورها ساعد الاهلي بشكل كبير. يعني انا اعتقد ان هو حط حافز كبير للعيبة الاهلي. اتمنى ان المدرب واللعيبة يشتغلوا عليه. طبعا التشكيل اللي في دماغي انا عمر المدرب ما هيوصل له. بصراحة انا بشوف ان التشكيل اللي في دماغي صعب كولر يفكر فيه. اتمنى ان هو يفكر فيه، بس بشوفه صعب ان هو يفكر فيه. بس هقول لكم عليه، وهقول لكم التشكيل اللي انا متوقع ان كولر يحطه كالعاده. بس انا بشوف ان طبعا هو الشناوي طبعا ما فيش بديل عن وحش افريقيا. عندنا في خط الظهر انا بشوف، انا بغير اتنين كولر بالتاكيد هيحطهم، وهيحط اكيد مع محمد عبد المنعم يا ياسر ابراهيم او رامي ربيعه. انا بشوف ان خالد عبد الفتاح هو الافضل في مباراه زي دي. لعيب خفيف الحركه، لعيب عنده استخلاص جيد للكوره. لعيب ادى قبل كده المركز ده، وادى فيه في مباراه قويه جدا كانت قدام نادي كبير جدا اسمه الزمالك، وقدر يعمل مباراه قويه جدا، وكان الزمالك وقتها كمان في حاله جيده جدا. انا بشوف ان محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح، بشوف ان اكرم توفيق هيكون افضل بكتير 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 من محمد هاني. طبعا ناحيه الشمال مفيش اختلاف بيني وبين كولر، هو علي معلول. انا بشوف ان الاثنين السته برضه هيكون عندي اختلاف. الراجل مقتنع جدا بالثنائيه بتاعه مروان عطيه واليو ديانج. انا مقتنع جدا بالثنائيه ونيب، وبتمنى ان الاهلي تتثبت في ثنائيه كوكا ومروان عطيه. وهو مقتنع بقفشه، وانا مقتنع بمروان بامام عاشور. يعني انا بشوف ان الفرق كبير جدا بين الاثنين لعيبه، على الرغم طبعا من ان قفشه لعيب كبير، ما اختلفتش. بس انا بشوف ان امام عاشور هو عنده الجوده اعلى من قفشه شويه، عنده التسديد من بره المنطقه، عنده حاجات كتيره مش عند قفشه، عنده يعني بشوف ان امام هيكون افضل في المكان ده. يعني بشوف ان نلعب باتنين ستة، مروان وكوكا، ونلعب برقم 8 امام عاشور. وطبعا الجناحين مفيش خلاف عليهم، حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، ده مفيش خلاف بيني وبين الراجل، هو هيلعب بالثلاثه دول. كهربا كفرود، وجناحين حسين الشحات وتاو. طبعا ده التشكيل اللي انا اتمناه. انا غاية يعني كولر يختلف عني بالتحديد في كوكا واكرم توفيق، اللي هو عايز يمشيه من النادي في الاونه الاخيره، مش عارف ازاي عايز يمشي لعيب زي اكرم توفيق. انا بشوف ان كوكا واكرم توفيق وخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح في مركز جنب محمد عبد المنعم في مركز المساك، وبشوف ان اكرم مكان محمد هاني في الباك اليمين، وبشوف ان كوكا ستة جنب مروان بدل اليو ديانج. بس انا عارف ان الراجل هيلعب باليو ديانج جنب مروان عطيه، وهيلعب بمحمد هاني باك يمين، وهيلعب بواحد من الاثنين رامي ربيعه او ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم. انا بشوف ان انا التشكيله بتاعتي انا بتمنى ان هو يلعب بيها لاسباب معينه. انا بشوف ان هو افضل واحد يكون جنب محمد عبد المنعم
لخفه حركته، وان هو لعيب بيعرف يستخلص الكوره بدون اخطاء، اللي هو خالد عبد الفتاح. وبشوف ان اكرم قوي في ناحيه اليمين، قوي جدا دفاعيا بالتحديد. انا مش محتاج النهارده محمد هاني، محمد هاني عنده الحته الهجوميه زياده شويه. وبشوف ان محمد هاني بيطلع وبينسى نفسه وبيقف في الحته اللي قدام، ولو ركزتوا في المباراه هتلاقوه فعلا بيزيد وما بيرجعش. المباريات دي بيبان فيها ان هو لعيب كبير جدا وبيعمل مباريات كبيره في المباريات بتاعت كاس العالم بالتحديد. بس انا بشوف ان اكرم قوي، واتمنى ان اكرم ياخد الفتره اللي جايه عشان ما نخسروش في بطوله افريقيا مع المنتخب. نمرة 3 بالنسبة لي هو تغيير كوكا رقم 6 في نص الملعب. كوكا أحسن 6 في مصر. أنا بشوف إن كوكا لعيب بيجيد 6 وبيجيد 8، وأنا بشوف إن هو أفضل 6 في مصر. وكان بادئ في بداية الموسم كويس جدا مع الراجل، معرفش ليه الراجل غير قناعاته. دي التشكيلة اللي أنا بتمناها. أتمنى إن كل الأهلاوية اللي إن شاء الله هيكونوا النهاردة فرحانين. أنا عندي ثقة كبيرة جدا في لعبتنا وفي جمهورنا، وهنلعبوا فرقة كبيرة واحتمالية إن إحنا نخسر كبيرة. بس بجد انا عارف ان لعيبتنا النهارده هتعمل مباراه كبيره. اتمنى اللي يشوف الفيديو يديني رايه ويديني التشكيل اللي هو يتوقعه او التشكيل اللي يتمناه ايا كان. انا توقعت التشكيل بتاع كولر وتمنيت التشكيل بتاعي. 3 اختلافات بيني وبين كولر. اتمنى ان هو على الاقل حتى يعمل واحده فيهم او 2، يعني يحط حتى اكرم باك يمين، او يعمل التغييره بتاعت خالد عبد الفتاح ويلعبوا مساك. اتمنى اي واحده فيهم تتم. كوكا طبعا انا ما اعتقدش ان هو يبتدي بيه، بس للاسف والله هو كان بادئ فيه بدايه الموسم. اتمنى ان الراجل يعني يفكر من الناحيه دي. اتمنى الفرقه دي محتاجه الناس اللي عندها سرعات وعندها خفه حركه وعندها باص سليم وعندها استخلاص للكره بدون اخطاء. اتمنى ان كولر يفكر في الطريقه دي. واتمنى كلكم تقولوا لي في التعليقات رايكم في التشكيله بتاعتي، وتقولوا لي تشكيلتكم وتوقعاتكم للتشكيل. سلام.